مرحبا بالجميع، أنا أحب الطعام. أحب تجربة أطعمة جديدة. الطعام من مختلف البلدان شيق جدا. تجربة وصفات جديدة ممتعة. هل سبق لكم أن جربتم طبقا جديدا؟ ربما عليكم أن تفعلوا. أنا أحب الطبخ. أطبخ العديد من الأطباق، لكنني أردت شيئا مختلفا. أردت تجربة مطبخ جديد. بدا الطعام الهندي رائعا. قررت طهي طعام هندي. كنت خائفا قليلا. بدا الطعام الهندي صعبا في الطهي، لكنني كنت متحمسا للتحدي. اخترت طهي دجاج تيكا مسالا. إنه طبق هندي شهير لديه صلصة طماطم دسمة. بدا لذيذا جدا في الصور. وجدت وصفة على الإنترنت كان بها العديد من المكونات. بعض المكونات كانت جديدة بالنسبة لي. ذهبت إلى المتجر. اشتريت كل ما أحتاجه. كنت مستعدا للطهي. أولاً وضعت الدجاج في التتبيلة. استخدمت الزبادي والتوابل. كانت رائحة التوابل رائعة. استخدمت الكركم والكمون والكزبرة. هذه توابل هندية شائعة. ثم قطعت البصل والثوم والزنجبيل. هذه مهمة للنكهة. بعد ذلك سخنت الزيت في مقلاة. أضفت البصل والثوم والزنجبيل. كانت رائحتهم جميلة جدا. ثم أضفت الدجاج. طهيته حتى أصبح لونه بنيا. أخيرا أضفت صلصة الطماطم والكريمة. تركتها على نار هادئة. بعد الطهي حان وقت تناول الطعام. كنت متوترا ومتحمسا. أخذت اللقمة الأولى. كان رائعا. النكهات كانت غنية ومعقدة. كان الدجاج طريا وعصيرا. كانت الصلصة دسما ولذيذة. كنت فخورا بنفسي. كان طهي الطعام الهندي تجربة رائعة. كان تحديا لكنه مجز. إذا أردتم تجربته لا تخافوا. ابدأوا بوصفة سهلة. استخدموا مكونات طازجة، والأهم من ذلك استمتعوا. شهية طيبة.